إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم من التسجيلات النادرة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة اليوم، والتي تتضمن تلاوة نادرة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وارضاه بمدينة القاهرة في أوائل السبعينيات. والشيخ محمود خليل الحصري من الرعيل الأول لقراء الإذاعة، شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. ترك للمكتبة الإذاعية ثروة كبيرة من التسجيلات إلى جانب المصاحف المرتلة: المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، والمصحف المرتل برواية ورش عن نافع، والمصحف المرتل برواية قالون عن نافع، والمصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو، إلى جانب المصحف المعلم. إخوة الإيمان، ومن التسجيلات النادرة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. الله كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا رب. إن كنتم
وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الله يقويك يا رب. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب فليمدد بسبب إلى السماء
فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس
ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الله هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم
لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من
الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة الحج. تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وهي من التسجيلات النادرة. سجلت هذه التلاوة
من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن دائما في انتظار تسجيلاتكم النادرة على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، إذاعة القرآن الكريم، برنامج من التسجيلات النادرة. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التسجيلات النادرة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد.